السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة الفيديو لذيذ وتقدري تستخدميه في حاجات كتير. هنا الفرع دوت اللي فيه نازل منه الكريز. تقدري تستخدميه السويتشيرت الاطفال الترند اللي نازل، يا اما بيبقى عليه ورد منفوخ، يا اما عليه زي ما قلنا كده كريز، يا اما فراولة. تقدري تزيني بيه اي حاجة، شنط زي ما انت حابة تستخدميه. بطاطسين بيبي مثلا تحطي كده كنوع من انواع الزينة. طيب احنا هنستخدم ايه؟ انا هستخدم اللون الاحمر، وانا هستخدم ابرة 2.5، دي حسب سمك الخيط اللي انا شغالة بيه. تمام. فهنعمل دايرة سحرية تاني عشان الناس المبتدئة. بلف لفة كده على صبعي وبدخل اسحب اللي من جوه، سوري، اهو نعمل اكس وندخل نسحب الفتلة اللي من جوه. تمام. طيب نرتفع سلسلة عشان نثبت الدايرة معانا، وبنبدأ نعمل في الدايرة دي 6 حشو. ادي 1، وندخل في قلبها ونسحب الخيط. ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6 حشو. ونروحوا شادين كده قافلين الدايرة خالص بالخيط الزيادة اللي من بره ده. تمام. طبعا المبتدئين بيجيبوا ماركر ويبدأوا يعلموا بالايه، بالماركر، عشان ما تتوهيش، لان احنا مش هنرتفع، احنا نشتغل ايه، حلزوني. فهنيجي على اول غرزة حشو معانا وندخل تحتها ونعمل تزايد، نسحب، سوري، نسحب ونعمل تزايد. يعني ايه؟ يعني هنعمل 2 حشو في نفس المكان. دي 1، وادخل تاني في نفس المكان واعمل حشو تاني. اللي بعدها انزل تحتها واخد حشو، وفي نفس المكان حشو تاني. تمام. يبقى السطر ده عبارة عن تزايد. احنا بادئين ب6، هيبقى معانا 12 غرزة حشو. انا حبيبي عملت الدور تزايد، بقى معايا 12 غرزة. خلاص هبدأ السطر الجديد. هنزل تحت اول غرزة واعمل حشو. الغرزة اللي بعدها هعمل تزايد، يعني 2 في نفس المكان. اللي بعدها حشو بس. الغرزة اللي بعدها 2 في نفس المكان. تمام. يبقى السطر ده عبارة عن ايه؟ حشو تزايد، حشو تزايد. هتلاقي معاكي 18 18 غرزة. خلصهم وارجع لكم. انا هنا حبيبي عملت السطر اللي هو حشو تزايد، حشو تزايد. تمام. السطر اللي بعده يبقى عبارة عن ايه؟ فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، مفيش اي تزايد. يعني معانا 18 غرزة حشو. 1 2. هتكملي لحد ما تخلصي السطر بتاعك، لو معلمة بالماركر او بتعدي الغرز وانتي شغالة. تمام. اخلص وارجع لكم. انا حبيبي خلصت السطر غرز حشو بدون اي تزايد. طيب السطر الجاي عبارة عن ايه؟ هدخل في اول غرزة واعمل تزايد. السطر ده بقى ممكن تعلميه عشان هنعمل تناقص، عشان ما تلخبطيش. ماشي. حطيت في اول واحده ماركر. بصوا معايا، ركزوا في الحته ديت، يا رب تكون واضحه. احنا عندنا حلقه امامي وحلقه خلفي. هدخل في الحلقه الامامي اللي هو في نص السلسله الغرزه، واروح للحلقه اللي وراها وادخل برضو في نص في قلب الغرزه، اخد الحلقه الاماميه بس واسحب منهم الخيط هما الاتنين واعمل حشو. كده انا اتنقصت. الغرزه اللي بعدها هعمل حشو عادي خالص. طب اللي بعدها هدخل اهو، اخد الحلقه الاماميه مع الحلقة الأمامية التانية واطلع منهم واخد حشو. اروح على اللي بعدها اعمل حشو بس، واروح على اللي بعدها اعمل تناقص، ادخل في الحلقة الأمامية والحلقة الأمامية اللي بعدها واطلع منهم واعمل حشو. هنكمل السطر بالطريقة دي. انا حبايبي خلصت. هشيل الماركر في الغرزة اللي احنا عاملينها وهدخل فيها واعمل منزلقة وارتفع سلسلة من قص الخيط. بصوا معايا، نسحب الخيط بس قبل الختمة. طبعا ده الخيط البداية هيبقى جوه كده، ندخله جوه في قلبها.
ماشي. عايزه اقول لكم ان دي نفس عدد الكرة دي، بس فرق سمك الخيط. بصوا الخيط فرق يعني ما بينهم قد ايه. تمام. طبعا احنا بيكون عندنا من الكرة دي بعمل 2. خلاص تمام. طب نسيبها دلوقتي ونيجي نعمل بقى ايه الفرع الشجر. هنبدأ نعمل 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. هنسيب اول سلسلة دي ارتفاع، هندخل في التانية ونعمل حشو. هنلف لفة على الابرة. الغرزة اللي بعدها هنعملها نص عمود. هنلف لفة على الابرة اللي بعدها عمود بلفة، بيطلع من حلقتين في حلقتين. تمام. اللي بعدها ادي كده تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة، الرابع، الخامس، ونعمل 1 نص عمود زي ما بدأنا كده، واخر غرزة معانا حشو. تمام. احنا بدأناها بحشو نص عمود ونهيناها بنص عمود وايه وحشو. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنرتفع سلسلة ونيجي على الجنب التاني وندخل نعمل اول غرزة حشو. ندخل صح اهو، ناخد الخيط ده معانا. الغرزة اللي بعد الحشو كانت ايه؟ نص عمود. ندخل ونعمل نص عمود، بنطلع من 3 حلقات كلهم، وبعدين نعمل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 1 نص عمود، واخر غرزة معانا بايه؟ حشو زي ما بدأنا. تمام. تمام كده الفرع معانا اتكون بكل سهولة. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنرتفع سلسلة ونعمل ايه؟ هندخل في اول حشو معانا تحتها كده، سوري هنبص كويس، ونعمل منزلقة. دي غرزة تجميلية براحتك، عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة براحتك. ونرتفع سلسلة، ندخل على اللي بعدها الحشو اللي بعدها ونعمل منزلقة وبعدين سلسلة، اللي بعدها منزلقة وبعدين سلسلة تاني، اللي بعدها منزلقة وبعدين سلسلة. هنمشي بالطريقة دي لحد ما نخلص الناحية التانية ونرجع لإيه للبداية. بصوا حبايبي انا خلصت. بصوا بتفرق في شكل الفرع. طبعا الخيط اللي انا كنت ماشيه عليه ورا ده بقى هقطعه، خلاص انا مش محتاجاه. تمام. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هدخل في النص هنا كده واعمل منزلقه او نعمل غرزه حشو، سوري. هنمشي على الخط اللي في النص ده بغرز منزلقه. ازاي؟ انزل كده واسحب من جوه واطلع من الحلقه اللي معايا، اللي بعدها واسحب واطلع من الحلقه اللي معايا اهو. بس كل اماكنها واضحه. ادخل كده واسحب واعمل ايه؟ منزلقه. تمام. يعني ده عشان تخلي الفينش بتاع شغلك ايه، سنة في حاجه مش مظبوطه معايا، تخلي الفينش بتاع شغلك شكله حلو، عشان ما يبقاش فيها فراغات. تمام. هنعمل كده اهو لحد اخر غرزه معانا خالص اهو بالشكل ده. خلاص يا رب تكون الفكره وصلت. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هرتفع سلسلتين
وبعد السلسلتين 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنكرر اللي عملناه ازاي. هسيب اول سلسلة وادخل في اللي بعدها واعمل حشو، والف لفة على الابرة وادخل في اللي بعدها واعمل نص عمود، واعمل في اللي بعدها 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 سوري، واخر عمود بلفة معانا 5، وبعدين واحدة نص عمود، وناخد بالنا واحدة بقى نص عمود، واحدة حشو، ويبقى معانا الايه الغرزتين الزيادة ملناش دعوة بيهم. تمام. هنعمل لف كده ونبدأ نعمل قصاد الحشو واحدة حشو، واحدة نص عمود قصاد النص عمود، ونعمل 5 عمود بلفة، واحدة نص عمود، واحدة حشو لحد ما نوصل هنا وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت الفرع التاني، ارتفعت السلسلة من النص، وهنعمل اللي احنا عملناه في الفرع الاولاني. هنزل كده واعمل حشو واخد سلسلة، حشو تاني سوري منزلقة، واخد سلسلة منزلقة واخد سلسلة. زي ما قلت لكم دي اختياري، عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة براحتك. منزلقة وبعدين سلسلة. هعمل كده لحد ما ارجع هنا تاني. خلاص. هنيجي على الجزء دوت اللي في النص، وهنعمل زي ما عملنا في الفرع الاولاني. هنعمل منزلقة في الجزء اللي في النص دوت عند الفراغات. تمام اهو. زي ما قلت لك الحجم بيفرق معاكي بحسب سمك الخيط اللي انت بتستخدميه. تمام بالشكل ده كده. بس بنقطع الخيط وبنداريه معانا ورا الشغل اهو كده. احنا عملنا الفرعين. تمام اهو. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هخفي الحاجات دي وارجع لكم. اللي هيحصل بعد كده ان احنا هنعمل عدد من السلاسل الطول بقى اللي انتي حباه. هنفضل شغالين كده عدد بالشكل ده، بحيث ان احنا هنتني جزء منهم يبقى اللي هو العليقة دي. يعني مثلا كده هنسيب حوالي 4 سلاسل او 5، وندخل في السلسلة اللي بعدها ونعمل منزلقة. احنا يعني سيبنا الجزء دوت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنجيب الشجر ورق بتاعنا وهنحط كده السلاسل تحتيها اهو، بحيث ان دي هتبقى العليقة. تمام. ونيجي من تحت كده عشان نثبتها وندخل. بصوا يا رب يكون واضح. وندخل في السلسلة ونعمل منزلقة. بس كده احنا كده شبكناها. نبدأ بقى نعمل سلاسل تاني مكان ما وقفنا، اقصر شوية من السلاسل اللي قدامها، عشان يبقى في كريزة اطول من كريزة. تمام اهو. مثلا واقص الخيط بالشكل ده.
بصوا شكلها لذيذ قوي. هنبدأ نعمل عقدة هنا كده، تاني اهو، واحدة كمان، ونعمل ايه؟ هنبدأ نجيب الكور بتاعتنا، هشبكها في إبرة التنظيف وارجع لكم. انا شبكت حبايبي الخيط بطرف الإبرة. هبدأ اعمل ايه؟ انا عندي حلقتين بس انا ايه للأسف قصرت الخيط. هاخد الحلقة اللي من بره دي كده اهي، واسحب الخيط وادخل في الحلقة اللي بعدها اللي من بره دي واسحب الخيط اهو. مشكلة معايا بقى ان انا قصرت الفتلة زي ما قلت لكم. انا هشبكها في فتلة تانية بحيث اعرف اكمل. انا حبايبي هنا حاولت ودخلت في الحلقات اللي من بره حلقة حلقة، وبشد كده بتتزق معايا صح. هجيب بقى الطرف اللي انا قعدته ده وادخله ازقه هنا بإبرة الكروشيه بالشكل ده، تمام. وامسك كويس عشان الطرف ما يفلتش، وابدا اشد اضيق الدايره بتاعتي خالص. طبعا في ناس بيحشوا الكوره فايبر، براحتك. لو هتعمليها اللبس اظن لا مش هتبقى لطيفه يعني. اهو كده، وتبداي تثبتي بقى شغلك بالابره عادي، بتخيطي كده وبتثبتي الشغل بتاعك. انا مش عارفه الخيط مش بيساعدني للاسف اهو. بتروحي وتيجي كذا مره. ثواني بس ايوه بالشكل ده كده. انا هثبتها مع نفسي اهو، تمام. طبعا هعمل التانية بنفس الطريقة، وبتنضفي الخيط بتاعك بعد ما بتخلصي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. ما تنسونيش يا حبايبي في لايك، ولو مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس.